لو بتجهز لشقتك وقررت تركب بورسلين لازم تبقى عارف ان ليه طريقه خاصه عن تركيب السيراميك خالص. لازم تخلي بالك ان في 4 حاجات لازم تركز عليهم وانت بتركب البورسلين بتاعك. رقم 1، لو هتركب بورسلين على حوائط الحمام لازم المحاره تكون متساويه تماما ومن غير اي نسبه جبس، لان الجبس مع الوقت بيشرب ميه وده بيؤدي لانتفاخ في الحوائط والبلاط نفسه، وبعدين ممكن يفك او يطرقع معاك ويعمل لك مشكله كبيره. وكمان البورسلين مش بيركب باي مونه عاديه، لكن بيركب بماده لاصقه وخاصه للبورسلين اللي بتضمن التماسك القوي. رقم 2، البورسلين لو هيركب في الارضيات فلازم الارضيات تكون متمحره كويس قبل التركيب، وبعدها البورسلين بيتلزق بنفس الماده اللاصقه اللي احنا قلنا عليها من شويه. ولازم تخلي بالك مع ضروره التركيب في الاتجاه الصح، لان كل بلاطه في الاخر خالص لو ما ركبتش على السهم بتاعها بيكون شكلها مش مظبوط. ومن اهم النقاط اللي ناس كتير بتغفل عنها اللي هي الفواصل دي ضروريه جدا وبتتحط عن طريق صلايب او كليبسات اللي بتكون بين البلاط، وبتكون سمكها من اول 1 مللي لحد 3 مللي على حسب حجم البلاطه، وده اللي بيتضمن ان التمدد والانكماش مع الوقت ما يسببلكش مشاكل. الالتزام بالتفاصيل دي هي اللي بتخلي شكل الحوائط والارضيات عندك مش مجرد شكلها حلو، لكن بيديها العمليه اللي بتعيش معاك طول السنين بدون مشاكل.